ولا لا؟ مش علشان هم 9، حتى لو كنا لسه 5 منتخبات في افريقيا كنت برضه هطرح نفس السؤال. ازاي مصر، منتخب مصر، يوصل للدور قبل النهائي في مونديال 26؟ المغرب وصلت للدور قبل النهائي في مونديال 2022 وسط 5 منتخبات افريقية، وسط اقوى منتخبات القارة. نفس المنتخب المغربي ده اللي طبعا قابلناه في كأس الأمم الأفريقية نسختين ورا بعض وخرجناه، وكانت المباراة الأخيرة في الكاميرون، والحقيقة تفوقنا فنيا وتكتيكيا بنفس الأسماء اللي كانت موجودة عند منتخب المغرب. منتخب المغرب يعني ما قبل البطولة ما حصلش فيه انقلاب يعني، وجابوا أسماء من الفضاء هي نفس الأسماء اللي لعبت أفريقيا والتصفيات، وكانت بتخسر وبتكسب وبتتعادل، وكان الامور عادي. هي نفس الاسماء اللي وصلت لسيمي فاينال كاس عالم 2022، ومش بس وصلت سيمي فاينال مش بالحظ ولا بالصدف يعني على رأي الكينج محمد منير، لكن بجدارة واستحقاق، واللي كان بيتفرج من ارض الملعب اتأكد من ده. منتخب المغرب صعد سيمي فاينال عن جدارة واستحقاق، كان يقدر ياخد ميدالية وكان يقدر يلعب فاينال. فريق كسب بلجيكا، صعد اول مجموعة كان فيها كرواتيا، فريق خرج منتخب اسبانيا كان واحد من اهم المرشحين للقب، فريق خرج منتخب برتغال في وقت اصلي بفوز مقنع وفوز رائع بقى بكتيبة النجوم. فريق خسر بصعوبة في مباراة قبل النهائي قدام منتخب فرنسا، ومش هتكلم على الجدل التحكيمي وضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش ولا الضربتين والقصة دي، لكن فنيا منتخب المغرب راح وهاجم وتسيد المباراة في معظم اوقاتها. فمنتخب مقنع. ليه منتخب مصر ما يكونش هو اللي في المكانة دي في 2026؟ انا دايما كنت شايف، وده اللي بقى اللي ممكن نخرج منه من البطولة ونبدأ نتكلم عن ايه اللي كان حاصل في قطر 2022 واللي ينفع يبقى عندنا في مصر. انا شايف ان دايما مشكلتنا مش مشكلة فنية على الاطلاق. مشكلة منتخب مصر مش مشكلة فنية تماما. آه، وبرضه حتة ان المحترفين ومش، طبعا ده مهم وكل حاجة على راسي من فوق، كل ده على راسي من فوق، لكن برضه مش هو اساس الموضوع، مش هو اللي عامل المشكلة. مش علشان ما عندناش 10 محترفين اساسيين في منتخب مصر احنا ما بنصعدش كاس عالم، مش دي الازمة. لكن الأزمة الحقيقية بالنسبة لي واللي أتمنى بقى إن إحنا نبدأ ننتبه لها بشكل واضح هي العقلية، المينتاليتي، الكلمة الخالدة لمحمد صلاح، هي المينتاليتي. إحنا عندنا مشكلة في طريقة التعامل مع ضغوط كرة القدم. إحنا ما بنخرجش الناشئ واللاعب الصغير من صغره عارف يتعامل مع الضغوطات. أولا إحنا بنضغطه من صغره بشكل غير مناسب لطبيعة مرحلته وطبيعة سنه. احنا بنجبره على منافسة وفوز وهزيمة من وهو عنده 8 سنين و10 سنين في أكاديمية وفي قطاع ناشئين، بندخله ينافس علشان يكسب كاس. وده في أي حتة متقدمة كرويا في العالم ما بيبقاش حاصل. مفيش أي نوع من أنواع الضغوط والإجبار إن لاعب عنده 8 سنين و10 سنين و12 سنة و14 سنة كمان يدخل منافسة علشان يكسب بس وياخد ميدالية. لا، مش ده ابدا كان هدف الناشئين. والناشئ اللي بيطلع بالشكل ده فهو انت بتستهلكه نفسيا من صغره. فاوعى تكون فاكر ان انت لما تعوده من 8 سنين انه لازم يكسب، ولو ما كسبش يعيط ويزعل ويبقى كده بالنسبة لك مهزوم والناس بتقول له يا خسران وكذا وكذا. فاوعى تكون فاكر ان انت كده بتنمي شخصية، ده العكس تماما. انت بتحرق موهبته وبتحرق آه، 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 طريقة تقبله للكورة وطريقة فهمه للكورة، علشان لما يجي يكبر ونبقى محتاجين منه ينافس بجد ما بتلاقيش بقى الشخصية دي. بنروح كاس العالم بيدخل فيك هدف، تدخل مباراة انت متسيدها وان سايد جيم ورايح وفرص و يدخل فيك هدف، ففي 5 دقايق الهدف يبقى 3. ليه يا جماعة؟ عشان ايه؟ ده فرنسا قعدت 80 دقيقة ما راحتش بهجمة على الأرجنتين، ما راحتش بهجمة، ووان سايد جيم حرفيا بقى للأرجنتين، حرفيا اكتساح كامل. وفي ثانية قلبت الماتش، في أقل من دقيقتين كانت التعادل 2-2.
وتخيل بعد العوده دي وبعد الريمونتادا دي ويدخلوا وقت اضافي في دقيقه 116 ولا 117 من الوقت الاضافي يدخل فيهم هدف فتبقى 3-2. بصوا انا يعني ما بحبش يعني اتخيل الغيب، بس انا متاكد ان منتخب او لو لعيبه مصريه هي اللي في الوضع ده ودخل فيها جول في الدقيقه 116 النتيجه هتخلص مش 3-2، هتخلص 5-2. خلاص انت رميت الفوطه ونار تماما، وهتفضل بقى ده مش عايزاني، ده حظي، ده مش عارف ايه، ده حد باصص لي في المباراه، ده انا محسود، ده الكلام الجميل ده. لا عادي، عادي. كاس عالم لسه 3 دقايق، كانت 2-0 بقينا 2-2، عملنا اللي علينا. اي بقى 3-2، ما خلاص بقى. خلاص هي عايزه لا مش عايزه الارجنتين ولا حاجه. لا لسه في امل، لو لسه ثانيه واحده نقدر نرجع. ورجعوا منتخب فرنسا، رجعوا وفي الاخر خسروا بضربات ترجيح. عادي، ضربات ترجيح ممكن جدا، يعني وارد ان يحصل فيها اي شيء. بس شوفوا سيناريو الماتش عامل ازاي. شوفوا منتخب المغرب لما يخسر من كرواتيا في ماتش ثالث ورابع عالم، اللي هو ما حدش يعني. المغرب لو كانت صعدت لدور ال 16 وخرجت من دور ال 16 كانت هترجع، كانوا هيستقبلوها نفس الاستقبال وكنا هنهيص وكنا هنفرح ومنتخب عربي صعد الى الدور الثاني ومش لا. بس في عقليه مختلفه، في عقليه لاعب انا جاي اكسب، ما صعدتش نهائي يبقى هاخد ثالث، يبقى هاخد ميداليه، يبقى هعمل انجاز. فابقى رابع عالم صعد مربع ذهب، ابقى رابع عالم واطلع اتخانق مع انفانتينو واتخانق مع الحكم وانا ليا ضربه جزاء والحكم ظلمني وكذا بغض النظر ده كان صح ولا لا، مش ده موضوعنا، لكن انا بتكلم عن العقليه. ازاي تقدر تتعامل مع الضغوط؟ ده مبدأ وكونسبت مش موجود يا جماعه. طول ما هو مش عندنا في الكره المصريه والله ما هنتقدم خطوه لقدام. هنيجي نلاعب السنغال في السنغال فالجماهير تهيص وتعمل جو ارهابي، وهو كان جو ارهابي بالمناسبه. وانا بكلمكم كنت في موقع الحدث وشفت ما كانش جو كرة قدم. ماتش السنغال في دكار في عودة تصفيات كاس العالم، المباراة الإقصائية، ده ما كانش جو كاس مباراة، وما كانش جو كرة قدم، وكان لازم المراقب وكل الكلام ده. بس بيحصل وحصل. مفيش جمهور هينزل يموت لاعب في ارض الملعب بالمناسبه، مش هتحصل ولا بتحصل ولا حصلت في التاريخ. مفيش جمهور هينزل يعتدي على لاعب. فانت مهما عمل الجمهور من اجواء ارهابيه فهو مش هيقدر يطولك، انت جوه الملعب لازم تفصل نفسك. لا احنا انصاعنا للضغوطات، رجلينا كانت بتخبط فكنا خايفين. اللعيبه كانت بتلعب مع السنغال وخايفه على نفسها. مفيش لاعب خايف على نفسه هيقدر يأدي. فالسنغال لعبت علينا جيم وكان ممكن تجيب اهداف يجيلك فرص، يجيلك انفراد. اللي هو زيزو ده احسن لاعب في مصر دلوقتي، اللي بيجيب يعني ارباع الفرص مش انصاف الفرص، فيجي له انفراد اللي هو بيجيبها وهو مغمض في الدوري المصري وفي افريقيا، فيشوط بره. هو مش شايف يا جماعه، مش شايف المرمى اصلا. هو مش شايف. هو وكل زمايله كله بلا استثناء، كل اللي لعب الماتش بلا استثناء مضغوط، خايف، قلقان، ما عندوش الشخصيه اللي تقدر تسنده في الوقت ده. فرحنا وخسرنا 1-0 وجينا في ضربات الترجيح اللي هي اكتر لقطه محتاجه اعصاب ومحتاجه تماسك، فضيعنا، فخسرنا وما صعدناش كاس عالم. فمن موقع الحدث من اللي انا شفته، لا احنا عايزين نشتغل على العقليه من 1 ل2 ل3 لحد 9، من 1 ل9. عقلية اللاعب المصري محتاجة تتغير، والكلام ده بقى نبدأ بيه من دلوقتي. عندنا منتخب ناشئين واعد جدا، عندنا منتخب شباب واعد جدا، عندنا منتخب أولمبي واعد جدا، وكل دي أعمار ينفع تبدأ تشتغل عليها بالشكل. طبعا موضوع الاحتراف أنا قلت لكم من الأول إنه مهم، برضه مش ليه بقى مش احتراف علشان بس ان انت بتلعب في منافسه اعلى، لكن ارجع تاني واقول لك ان اللاعب المحترف عقليته بتبقى مختلفه عن اللاعب اللي بيلعب في دوري محلي. اللاعب المحترف ده عامل كده زي اللي شغال بره، هو راجل بروفيشنال رايح علشان يشتغل، عارف انه لو قصر 1 في المليون مش هياخد فلوس، هيتركن، مش هيلعب، اسمه هينتهي، هيرجع تاني بلده. ده اللاعب ده اللي رايح وحريص ان هو يتألق، فهو رايح يشتغل بره، فهيأدي اقصى ما عنده. ودي برضو ازمه بالمناسبه. احنا لما بنروح نشتغل بره بنشتغل بضمير قوي وبذمه قوي وبحرص قوي وبخوف قوي، لكن لما بنشتغل جوه ما بيبقاش نفس الوضع. فالاحتراف ده اهم ما فيه ان الاحتراف بيغير عقليه اللاعب.
برضو حاجة مهمة ودي لازم نخرج بيها من المونديال، واعتقد كلنا لاحظناها، ان ما عادش العمر في كرة القدم السن الكبير ما عادش ازمة، وما عادش فارق قوي، وما عادش قصة انه لعيب عنده 35 سنة ولا 36 ولا 37 لحد 39 ده لازم يبطل كورة ويتركن على الرف. لان مونديال 2022 معظم المتألقين فيه كانوا من اعمار كبيرة، من اول ليونيل ميسي مرورا باوليفيه جيرو، بلوكا مودريتش، بانخيل دي ماريا. كل الناس او معظم النجوم اللي باعمار كبيرة ظهروا بشكل مقنع جدا جدا جدا. ليه؟ نواحي بدنية. طيب هل النواحي البدنية دي تمرين بس؟ يعني مجرد ان انت تروح الجيم، وما اكثر الجيمات في مصر، هل خلاص كده انت عملت اللي عليك ان انت بتعمل فيتنس بقى وعامل لا، على فكرة الموضوع مش جيم بس. قبل الجيم وقبل التدريب وقبل التمرين وقبل الاحمال في حاجة اسمها التغذية، الملف التاني المهمل في الكرة المصرية. هل في اي اكاديمية في مصر او اي قطاع ناشئين في مصر بيراقب الولاد اللي شغالين معاه واللي في الفرق بياكلوا ايه وبيشربوا ايه؟ وبيراقب ده، حاطط لهم جدول تغذية، حاطط لهم، حريص على انه ينفذ ده. الوجبات اللي بياخدوها وهم في التمرين بتاعهم في الاكاديمية ولا في قطاع الناشئين معمولة في خبير تغذية او طبيب تغذية او اخصائي تغذية هو اللي مشرف عليها؟ هل كلهم بياكلوا زي بعض، ولا انتوا كل ولد وكل لاعب ليه طريقة أكل معينة متناسبة مع وزنه وطوله وجسمه واحتياجاته، ولو عنده أمراض مزمنة أو لو عنده حالات اللي هي حالات كرونيك، اللي هي حالات يعني مرض حساسية مثلا، أطفال كتير عندهم حساسية، هل أكل الطفل اللي عنده حساسية، اللاعب، أنا بتكلم عن اللاعب، أنا ما بتكلمش دلوقتي عن أطفال في البيت، أنا بتكلم عن لاعب في أكاديمية عنده 12 سنة و14 سنة و10 سنين، هل الولد اللي عنده حساسية بتأكلوه زي الولد اللي ما عندوش؟ هل هو ده بيحصل اصلا؟ ما بيحصلش. الولاد فاست فود واكل مليان دهون مضره جدا، فطبيعي ان العضلات ما تتبنيش بشكل كويس، وطبيعي ان طبيعه جسمه تفضل طول الوقت مش بالقوه والتحمل المناسب، فهيطلع لنا لاعب مهاري جدا بس بدنيا ضعيف، كل يوم والتاني بيتصاب، ما يقدرش يكمل 90 دقيقه، ولو كمل ال 90 دقيقه ما بيبقوش ال 90 دقيقه بنفس المستوى. ليه؟ لانه ما كلش كويس. والله ببساطه ما كلش كويس. وخلي بالكم التغذيه ده مشروع قومي، مشروع قومي، واعتقد يعني، وانا شفت ده، وبرضه من موقع قريب يعني، انه في شغل كتير جدا بيتعمل في مصر بخصوص موضوع التغذيه والاهتمام بيه، سواء طلبه المدارس او غيره او غيره. بس الموضوع في الكوره والرياضه لازم يكون مختلف تماما. فيا جماعه انتوا لو عايزين، وانا اسف بقى ان انا بتكلم النهارده، بس لازم يعني، ما هو لازم نطلع بدروس. احنا استمتعنا وانبسطنا وشجعنا وهيصنا، وانا بصوا في الماتش النهائي ده صوتي راح، بس لازم نطلع بقى بفايده. ما هو احنا مش هنقفل الزرار وقلبنا خلاص كاس عالم باي باي، ونفضل نحكي ونتفرج على الهايلايتس شويه والحاجات اللطيفه دي، وننسى خالص بقى ان احنا نشتغل. ما احنا لازم كمان يبقى احنا عندنا طموح ويبقى عندنا امل، ونعرف ايه اللي ناقصنا. فاللي ناقصنا ان احنا اللعيب اللي عنده 22 سنة في مصر ده مش لعيب صاعد، زي ما كده ما كيليان امبابي عنده يعني راجل واخد كاس عالم وعنده 20 سنة وكان مؤثر فيه وجايب اهداف، والنهارده بيوصل فرقته حرفيا للفاينل وبيوصلهم لضربات الجزاء في الفاينل وهو 24 سنة، بكل هذا الثبات والمستوى راجل لاعب كورة متكامل في كل المنتخبات بقى برضه، وناحي في المغرب، حتى اللعيبه، حتى في منتخب انجلترا في الفودن وغيره وغيره، اللعيبه الصغيره دي من انجلترا لما خرجت قدام فرنسا اللي هو وصيف بطل العالم وحامل اللقب، فلو ما كانتش قابلت فرنسا كان ممكن بالمناسبه انجلترا تكمل. لعيبه تانية، انزو فرنانديز مثلا، لاعب خط الوسط في الارجنتين، جوليان الفاريز، لعيبه اللي في بدايات العشرينيات واللي بجد لاعب مؤثر، واللعيب اللي تحت العشرين واللي طالع علشان عارف انه لاعب محترف حتى لو 18 سنة، برضه لسه قادر، او هو قادر ان هو يتحمل المسؤولية، ولما يتحط في منتخب يقدر يدي، لانه متربي صح ومتكون صح ذهنيا وبدنيا وفنيا وكل شيء. فلازم
القصه دي، ودي بقى يعني انا يعني ده اعتبروها رساله مش بس للجماهير، حتى للزملاء، للمحللين، للمعلقين، للمذيعين، لكل حد في المنظومه، لاتحاد الكوره طبعا. اللعيب اللي عنده 18 سنه و19 سنه مش لعيب ناشئ، ده لعيب ينفع يلعب فريق اول، فلازم يبقى بتتعامل معاه لانه لاعب ناضج ومكتمل بكل شيء، ومسؤوليتنا احنا ان احنا نطلعه ويوصل للسن ده وهو عنده هذا النضوج. واللاعب اللي عنده 35 و36 سنه مش لاعب عجوز. اللاعب العجوز او اللاعب اللي ينفع يعتزل اللي ما يقدرش يأدي، حتى لو عنده 30 سنه ما عادش قادر يأدي بنفس الكفاءه، خلاص عادي، يعني يعلق الحذاء ويتعمل له احلى مباراه اعتزال وشكرا، شكرا. لكن اللاعب اللي قادر يدي يفضل يدي، ونغير فكرتنا بتاعه السن الكبير بدام عنده هذا القدر من الحضور البدني والحضور الفني اللي يقدر يفيد بيه منتخب. فبرضه قصه بقى لعيب عجوز ولاعيب كبير ولاعيب صغير ده لسه ناشئ وعنده 23 و24 سنه، ده مش موجود في العالم وما ينفعش يبقى موجود في مصر. مكملين كلامنا ولسه عندنا كتير نقوله عن كاس العالم وايه اللي ممكن نستفيده من كاس العالم. ما تنسوش احنا سؤالنا النهارده بسيط جدا، بس انا محتاج اسمع ارائكم، لان ارائكم برضو هتكون مفيده بالنسبه لي، يعني اعتبروها كده برين ستورمنج او تبادل افكار لان محتاج انا كمان استفيد منكم، والمستمعين محتاجين يستفيدوا من حضراتكم، ويمكن يكون حد بيسمعنا مسؤول برضو يقدر يستفيد من افكاركم. ازاي منتخب مصر يوصل لنصف نهائي 2026؟ ايه اللي لازم يتعمل وايه اللي ناقصنا وايه اللي ممكن نعمله عشان نوصل للهدف ده؟ 93 70 رقم الاس ام اس، ونسبورت اف ام بالانجلش صفحتنا على الفيسبوك. هنروح لفاصل سريع ونتقابل بعد الفاصل.